لك ان تعلم ان الاكس جي في الهدف ده كان 5.1 بس مع مبابي شفنا الكرة في الشبكه. الناس بتقول مبابي ان بيسجل اهداف من ضربات الجزاء، اهو اداك احلى ضربه جزاء من بره المنطقه، ثبت بها الحارس والمدافعين كلهم وحط الكوره في المكان اللي محدش يتوقعه. لو شفت اي حد بيسجل الهدف ده في اي حته في العالم في اي دوري في العالم اعرف ان اللاعب ده حريف، بغض النظر عن مين اللاعب ده والدوري اللي هو بيلعب فيه، عشان فعلا محدش يحط الاهداف دي غير لاعب مخه نضيف جدا. وطبعا احنا مش محتاجين نتكلم على مبابي، احلى حاجه في مبابي غير ان هو عامل فورمه البالون دور واون فاير ان هو خلاص قفل موضوع ان هو يلعب مهاجم ولا يلعب جناح، وان مبابي في الجناح هيبقى احسن بكتير من المهاجم. انت تحس فعلا ان الواد مبابي بقى مرتاح جدا في حته الهجوم وقاعد متمزج ومتسلطن، وده باين عليه قوي في اللي هو بيعمله في الهجوم، وعمال يمزجنا ويمتعنا معاه وعمال يتفنن ان هو ازاي يحسن الفينش بتاعه. خلاص عاوزين ابقى مهاجم تسعه، هبقى احسن مهاجم تسعه موجود في العالم، وشكله كده هياخد البالون دور وهو بيلعب تسعه، مش مبابي اللي بيلعب جناح ومتعودين عليه جناح. الحاجه الوحيده اللي تعب ريال مدريد بعيده خالص على مبابي وهو ملوش اي ذنب فيه. يا عم الونسو مبابي لو عطل وما جابش اهداف منه هيجيب لنا اهداف.